مرحبا، يعطيكم ألف عافية أصدقاء. اليوم مع فيديو جديد، واليوم حلقتنا راح تكون عن أطول 7 مباني في الجزائر. الجزائر بتتمتع بالأبراج العالمية العالية، حيث أن المسجد الجزائري الأعظم وحده يعتبر من أعلى المباني مش بس بالجزائر فقط، بل في كامل قارة إفريقيا. طبعا هذا وحده شرف كبير لكل جزائري وجزائرية، وطبعا يحق لهم الافتخار به. في هذا الفيديو راح نعرف 7 أبراج في الجزائر. يلا نبلش، بسم الله على بركة الله. في المرتبة الأولى المسجد الأعظم، مسجد الجزائر الأعظم، تم تشييده سنة 2019 وطوله 270 متر، ومقره الجزائر العاصمة. وفي المرتبة الثانية برج وهران، تم تشييده سنة 2018 وطوله 113 متر، يحتوي على 29 طابق. وفي المرتبة الثالثة برج الباهية، تم تشييده سنة 2009 وطوله 111 متر، يحتوي على 131 طابق. في المرتبة الرابعة مسجد الأمير عبد القادر، تم تشييده سنة 1994، طوله 107 متر، في مدينة قسنطينية. في المرتبة الخامسة فندق الهوليداي إن ألجيريا، تم تشييده سنة 2018 وطوله 150 متر، يحتوي على 25 طابق، يوجد بالجزائر العاصمة. وفي المرتبة السادسة أبراج الشريف 1، تم تشييده سنة 2019 بولاية وهران، وطوله 105 متر، يحتوي على 28 طابق. في المرتبة السابعة مقام الشهيد، تم تشييده سنة 1982، طوله 92، وهي أطول 7 مباني في الجزائر. احكولنا بالتعليق شو أكتر مبنى حبيتوه. ونكون هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو. في حلقة الجاي إن شاء الله، مع السلامة.